شفت يا عم اللي حصل؟ قعدوا يقولوا لنا الجنة تحت أقدام الأمهات تحت أقدام الأمهات، وطلع في الآخر حديث ضعيف وكمان موضوع. السلام عليكم. في وقت من الأوقات كده حصل هوجة الأحاديث الضعيفة أو هوجة الأحاديث الضعيفة، الناس كلها بقت عارفة إن في أحاديث إحنا متعودين عليها وبنعملها وبنعمل بيها ولكنها أصلا ضعيفة. بعد الهوجة دي أي حد بقى بيسمع حديث، سواء في فيديو سواء في خطبة سواء في مواصلة، بيجي له شك في قلبه ان ايه ده، طب ما ممكن يكون ضعيف وفي الاخر يضحك عليا واعمل بيه وفي الاخر يطلع ضعيف. ودي كارثه وهتقلل من قيمه الاحاديث والسنه واتباعها والعمل بيها. لكن حطها قاعده بعد كده: الاصل في اي حديث تصديقه ما لم يثبت العكس. يعني اي حديث تسمعه يعجبك او ما يعجبكش، في امر على هواك او مش على هواك، تعمل بيه او على الاقل يقع في قلبك تصديقه انك تصدقه. وبعد كده لو انت يعني محتاج حريص قوي، يعني تروح تبحث عنه وتشوف ده ضعيف ولا صحيح ولا اسناده ايه. طب ليه موضوع زي ده مهم جدا؟ عشان بشكل غير مباشر ممكن يخلي في اللاوعي عندك قدر الاحاديث او قدر السنه اقل من قدر القران، او انك تعمل بيه اقل من عمل القران. وده مشكله، لان القران وحي من عند الله والسنه كلها وحي من عند الله، صحيح منها وحي من عند الله. إن هو إلا وحي يوحى. عدد ركعات الصلاة كلها أنت معرفتش منها ولا عدد من القرآن الكريم وعرفته من السنة، وقيس على كده مليون حاجة، فده لا يقل قدرا عنده. فدايما نقول ونعيد ونكرر وندافع عن السنة، عشان دايما في فئة عايزة تدمر الإسلام عن طريق التشكيك في السنة، فدي نقطة مهمة جدا. صلي على رسول الله. سلام عليكم.